ما تطولش. يعقوب جاوب على عشان ما لا يعني الوقت. يعقوب انت كم من حلقه انا تكلمت على الجزيره؟ عاودها لنا مره اخرى، عاود. كل حلقه تكلمت على الجزيره وقلت وشخصت الجزيره وشو مشكله الجزيره؟ كل حلقه اقول لك اليوم الجزيره يحتاج قرار. كل مشاكل الفريق موجوده. قرار شو؟ لا شنو هو القرار؟ اعطينا. قول يلزم قرار اقاله مدرب يقصد. مع المدرب قول ما فهماش. اصبر ما فهماش. اصبر. قول انا نعطي نصيحه لاداره الجزيره اقاله المدرب. وضح لنا ما قل سهل انا الكلام. يلا وضح لنا انت. خلاص كابتن. اي قول لنا شو القرار. رياض رفعت ضغط الرجل والله العظيم قسما بالله. طيب شو يدور ويرجع لكلامي انا. يقول لك الصبر انا صبر هذا. ارجع لكلامك انت وايد. ترجع لكلامي انا. هات الحين قرار. قل مين اللي ياخذ القرار؟ وقت تكلمت عن المدرب انا. انت باش تاخذ قرار ولا انا؟ ما اداره موجوده. تفضل. اداره الجزيره يجب ان تاخذ قرار في حاله الفريق. حاله الفريق ليس مدرب فقط. زين، حاله الفريق شفناها لاعبين غير قادرين، لاعبين ليس لديهم قدره فنيه يذهبون بالجزيره بهذا الشكل. الحل نتاع اللاعبين المدرب ما يتشاش. لا جاوبني على سؤالي. انا قلت لك الاثنين يعني لاعبين ومدرب. شنو قرارك نتاع اللعيبه الحين؟ القرار شو يسمون؟ خلى اعيد القرار الكلام اللي قلت. تقول محتاج لقرار. شو القرار؟ اعيد الكلام اللي قلته الاسبوع اللي طاف نفس الكلام. زين، اليوم اللعيبه اللي عندهم موجودين على البنش قدراتهم افضل من اللاعبين اللي داخل. يعني على سبيل المثال هذا قرار اداره ولا قرار جهاز؟ لا اليوم المدرب لحظه، اليوم المدرب ما يبي ياخذ قرار في اللاعب البرازيلي يشيله. اللاعب البرازيلي عن 10 مباريات سيء. زين، اليوم يدخل دياكي في مركز غير مركزه. لا مو 10 مباريات، في مباراه كانت تتميز في مباراه واحده يعني. يعقوب ما ضاف شيء. زين، اليوم يحط دياكي غير ملعبه ويطلع سبيت ورد غير مركزه. زين، اذا اليوم هل اللاعب دياكي زين ولا مو بزين؟ اذا مو بزين استبدل بلاعب. ما يصير انت تجيبه عشان تلاعبه لانه كان مثال مبخوت كان زين. يعني انت الحين تلوم مين؟ تلوم مش المدرب مسؤول على شيء. يا ابو عبد الله لا من فضلك. مين المسؤول على شيء هذا؟ مش المدرب. انت الحين تكفي في كلامي انه المدرب. هو يقول لك كل حد خلك لا اليوم الاداره اليوم الفريق فني قدرات اللاعبين مو بمساعدته. هذه القدرات اللي يملكها الجزيره. اذا خليت في النص لاعبين يعني حتى لو تجيب مدرب ثاني ما راح يتغير الجزيره. انا اقول لك لو جاء المدرب ثاني وابقى على اللاعبين اللي في النص وابقى على اللاعبين البرازيليين بذي الشكل ما بيروح قدام. لعنده لاعبين مثل احمد جمعه، مثل مبخوت، مثل عبد الله قاسم. اليوم الفريق مساعة قلت لك مرحله انتقاليه. الجزيره يمر بمرحله انتقاليه مش قادرين ياخذون قرار فيه.